نظرا للظروف الاقتصاديه، لو عندك انيميا ومش عارف تاكل كبده ولحمه وسمك وفراخ كل يوم علشان خاطر نعوض نقص الحديد اللي حصل في جسمنا، والدكتور عمال يقول لك كل كبده كل يوم كل كبده كل يوم والدنيا صعبه. طيب عايزين نعوض ده من البقوليات، نعوضه ازاي؟ وجه الدكتور للاسف قال لك ان البقوليات مش بيبقى ليها نفس الكفاءه بتاعه الحديد اللي موجود في اللحمه والكبده والسمك والقصص دي كلها، فمعاه حق وكلامه صح. بس احنا عندنا طريقه ممكن نعوض بيها كل الحاجات الحديد اللي موجود في اللحوم امتصاصه احسن، لكن اللي موجود في النباتات امتصاصه اقل شويه. بس عشان خاطر يكون امتصاصه افضل شويه زيه زي اللحوم، محتاجين ناخده مع حاجه مهمه جدا وهو فيتامين سي. فمثلا ناكل طبق عدس وعليه عصره ليمونه، طبق فول ومعاه عصره ليمونه وفلفلايه وطماطمايه، نشرب عصير برتقال بعد الاكل، نشرب عصير فراوله، نحلي بفراولايه بعد ما ناكل. خدنا نفس المصدر بتاع الحديد بامتصاص زيه زي الامتصاص بتاع اللحوم بالظبط، وعوضنا نقص الحديد اللي موجود في جسمنا. تكلفة اقل شويه وبس. في ابسط من كده؟ والله لا.